تعالى دلوقتي نروح للشق التاني بتاع الكالكولس وهو الديريفاتيف. في الديريفاتيف انت بتحاول ان انت تجيب الريت اوف تشينج. فانا دلوقتي لو رسمت ريليشن شيب ما بين تو فاريبلز x و y وعندي تشينج معين ما بين الاتنين، فانا دلوقتي اقدر اللي انا اقوم قايل والله بص انا عندي لكل يونت صغيره فيه الاكس عندي تشينج مقابل في الواي قد ايه. فبالتالي انا لو عندي ريليشن شيب عامله كده فهيكون التشينج الصغير بتاع الاكس اللي انا ببص عليه بيقابله تشينج كبير في الواي، ولذلك اقدر ان انا اوصف الريت بتاع التشينج ده عند بوينت معينه بحسبها عنده ان هو دلتا واي اوفر دلتا اكس. سلوب بالمعنى الحرفي يعني ميل. الميل ده عباره عن ايه؟ الميل لو انت عندك لاين، اللاين ده مرسوم بالشكل ده ما بين الاكس والواي، أو ممكن اللي أنا أقوم قايل إن هي عبارة عن x وفانكشن في الx. طيب أنا دلوقتي ممكن أشوف الميل بتاع اللاين ده لو أخدت الديفرنس ما بين البوينت دي ودي على الواي اللي هي واي 2 ناقص واي 1، لو فرضت إن دهيت واي 2 والبوينت دهيت واي 1، وأخدت ديفرنس على الإكس، فأنا هفرض هنا إن دي إكس 2 ودي إكس 1 وقسمت الاتنين دول على بعض، أنا كده بحصل على السلوب. فأنت دلوقتي بقى تقدر إن أنت تتخيلها لو اللاين بتاعي واخد السلوب النيجاتيف اللي هو الناحية التانية، بمنتهى البساطة لو برضو باخد سمول ديفرنس بالشكل ده، دايما الفاليو اللي هي أكبر على الإكس هي الإكس 2، يعني دي البوينت إكس 2 ودي البوينت اللي عندها إكس 1. فأنا دلوقتي عندي هنا إكس 2، فأنت دلوقتي لو جبت واي 2 ناقص واي 1، فاللي هيحصل ان انت هتلاقي ان الفاليو بتاعت واي 2 اكشلي اقل من الفاليو بتاعت واي 1، ولذلك اللي هيطلع فوق هنا هيكون نيجاتيف، وتحت اكس 2 ناقص اكس 1، اكس 2 ناقص اكس 1 هي بوزيتيف، فبالتالي نيجاتيف على بوزيتيف هيديك نيجاتيف، وعشان كده السلوب بتاعي ده بيكون نيجاتيف. ولذلك عايزك بقى تفكر اول لما تشوف لاين تقدر ان انت تفكر في السلوب بتاعه على طول، لان انت لو فكرت في لاين عامل زي كده مثلا فهتلاقي ان هو بيتشينج بسرعه قوي في الواي، فلو اخدت تريانجل بالمنظر ده هلاقي السمول تشينج في الاكس في كورسبوندينج تشينج كبير على الواي، فالدلتا واي اوفر دلتا اكس حتى من غير ما احسبها واشوف البوينتس اصلا انا متوقع ان السلوب بتاع ده هيكون كبير جدا، متوقع ان السلوب بتاع ده هيكون اصغر، متوقع ان السلوب بتاع ده هيكون زيرو، لان الدلتا واي هتساوي زيرو، مفيش تشينج على الواي، فلو اخدت 2 بوينتس زياده الاكس ملهاش اي زياده على الواي، وبالتالي السلوب بتاع ده هيكون زيرو، وده مثلا هيكون نيجاتيف، وده نيجاتيف اكتر. الكلام ده مفيد قوي لان انا ممكن من الكيرف ده اشوف التانجنت لاين او المماس عند بوينتس مختلفه، واقدر ان انا احسب الديريفاتيف بتاع الفانكشن بتاعتي، فده بيمثل لي التشينج اللي حاصل في الفانكشن. طيب ده كلام جميل. الليميتس تقدر ان هي تدخل في الموضوع ده، النهايات ايه علاقتها بالقصه دي؟ عايز اقول لك ادي كيرف موجود قصادي، انا دلوقتي عايز اجيب التانجنت لاين ورسمت لاين بنسميه السيكانت لاين ما بين التو بوينتس دول، هل ده هيكون افضل ولا ان انا احاول ان انا اقرب التو بوينتس دول من بعض لحد ما يكون التانجنت لاين اكشوال تانجنت لاين فعلا مفيش مسافه ما بين التو بوينتس تقريبا؟ بص معايا على السيميوليشن دهيت وحاول ان انت برضو تبص على الارقام لو عايز. ففي السيميوليشن دي بحاول ان انا اقرب التو بوينتس من بعض، الهدف بتاعي ان انا اقلل الاتش اللي انا الفاليو اللي انا بزودها هنا على الاكس لحد ما تابروتش زيرو، وساعتها فعلا اللاين بتاعي ده السيكنت لاين ده فعلا هيكون التانجنت لاين. فانت تبص هنا تلاقي ان انا عندي هنا اكس مطلعه اف اوف اكس اللي هي الاكس بتاعتي البروجيكشن بتاعها مطلعه الفانكشن الاف اوف اكس، عندي الاكس بلس اتش، انا زودت اتش بس على الحته دي، يعني الحته دي باتش تطلع لي اف اوف اكس زائد اتش، اعوض باكس بلس اتش عشان احصل على الفاليو اللي هتطلع هنا. فتعالى نحط ده في ايكويشن، يعني افهمه ازاي كايكويشن. هو قايل لك بمنتهى البساطه اللي انا عايز دلوقتي ابص على واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1،
نفس الكلام بتاع السلوب بالظبط. الفرق ان انا دلوقتي الواي 2 دي بقت البروجيكشن بتاع البوينت التانية. طيب فالبروجيكشن بتاعها ايه؟ اف اوف اكس زائد اتش ناقص واي 1 اللي هو اف اوف اكس اهم البوينتس اللي عندي دلوقتي على الفرق اللي هنا اكس زائد اتش ناقص اكس. فبالتالي ده هيطير مع ده فيتبقى لي اتش موجودة تحت. ده الفورمال ديفينيشن بتاع الديريفاتيف باستعمال الليميتس. ازاي؟ لان انت لما تغير في الكلام ده الاتش بتبدأ ان هي تصغر وتؤول الى زيرو. يبقى انا الكلام ده لو جبت الليميت بتاع الكلام ده لما الاتش تابروتش زيرو هو ده بالظبط هيكون الديريفاتيف وجاي من السلوب. فبالتالي في فانكشن هتطلع من الكلام ده برضو. ازاي؟ اللي هي الفانكشن بتاعت الديريفاتيف او الحاجه بتاعت الديريفاتيف. ما انت لو جبت الاسلوب عند البوينت دي وابتديت اللي انت تمشي بالاسلوب عند اللي بعدها والاسلوب عند اللي بعدها وتطلع الديريفاتيف ده نفسه بيساوي ايه، انت كده حصلت على الفانكشن اللي بتريبريزنت الديريفاتيف. ولذلك انت لو ليك في الويفز مثلا فكنا بنقول ان الساين ويف الديريفاتيف بتاعها بيكون كوزاين، لانك بمنتهى البساطه لو مسكت وجبت السلوب عند فاليوز مختلفه فتلاقي هنا مثلا ان السلوب عالي جدا اكبر سلوب، والكوزاين ويف شكلها عامل ازاي؟ الكوزاين ويف شكلها عامل كده. فانت لو جبت دلوقتي الديريفاتيف ده او السلوب عند البوينت دي هتديك اول فاليو هي فعلا فاليو عاليه، وبعد كده التانجنت لاين بص عمال ايه؟ عمال السلوب يقل عمال السلوب يقل لحد ما يوصل لزيرو، وبعد ما يبقى زيرو يبدأ ان هو يبقى نيجاتيف. فانت تبص هنا فعلا تلاقي الكوزين بتنزل في النيجاتيف لحد ما يبيك في النيجاتيف، يعني نيجاتيف جدا فعلا. لو بصيت على التانجنت هنا هتلاقيه نيجاتيف جدا، تمام؟ فهيكافئ الحاجه النيجاتيف قوي، وبعد كده يبدأ يتعدل شويه ويقرب من الزيرو فيبقى نيجاتيف بس بيقرب من الزيرو، يبقى نيجاتيف بس بيقرب من الزيرو، وهكذا. فحتى الويفز والحاجات دي كلها جايه من هذا المبدأ. لو انت قصادك دلوقتي ريليشن شيب، الريليشن شيب دي عامله مثلا زي الاكزامبل اللي احنا استعملناه بتاع السيركلز. فانا دلوقتي قصادي كذا سيركل، فانا رسمت ريليشن شيب ما بين الراديوس والسيركمفرنس بتاع السيركلز اللي موجوده عندي. فانا لقيته بيرفكت لينير ريليشن شيب، بمعنى ان كل ما الراديوس زاد كل ما السيركمفرنس هيزيد بمقدار معين. ولينير لان هي بتفولو لاين، في لاين بيفت عليها. linear operations خليك دايما عارف ان linear operations معناها جمع وضرب. ده علشان الايكويشن بتاعت اللاين بتكون بالمنظر ده، ده بيكون السلوب وده بيكون الواي انترسبت. هتلاقي دايما ان السلوب بتاعك ثابت، وهتلاقي دايما ان السلوب اللي موجود عندنا هنا بيديك 2 باي. فدلوقتي نقدر اللي احنا نفكر في اللاين ان هو شيء ليه سلوب ثابت، ولكن احتجت بقى ان انا اجيب الديريفاتيف على بوينتس مختلفة واجيب التانجنت، لان انا الشيب عندي كان معقد اكتر، كان في كيرف. فلو اخدت كيرف مثلا بالشكل ده فلا، الاسلوب عندي هنا غير الاسلوب هنا غير الاسلوب هنا. ولذلك في اللاين اللي بيفولو الايكويشن دي هتلاقي ان الاسلوب بتاعه دايما ثابت. فلذلك بقى تعالى نطلق عليها حاجة لينير. فأنا دلوقتي لو قصادي فانكشن، الفانكشن ده هي لينير فهي ليها سلوب كونستانت. ولكن لو هي فانكشن بالمنظر ده مش لينير، يبقى لما تكون نون لينير ايه اللي يحصل؟ هتلاقي ان الديريفاتيف بيكون another function. يعني انا مثلا راسم لك هنا x سكويرد بلس 1، لما اخد الديريفاتيف بتاع الكلام ده ورحت تحسبه هتلاقي مثلا هنا زيرو، وبتلاقيه بيزيد في البوزيتيف بس بيزيد بمقدار 2، فالديريفاتيف بتاع الكلام ده 2x. وطبعا لو عملتها بالطريقه المحفوظه فهي برضه هتديك 2x. انا عايز الديريفاتيف علشان اشوف الريت اوف تشينج ما بين 2 variables. ولما تكون الدنيا لان لينير بحاول ان انا اجيب الكلام ده باستخدام الديفرنت سلوبس اللي هي في الاخر بتديفاين another function.